السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من معرض النصر سمارت هوم، ومع حضراتكم كالعادة مهندس جمال نور الدين. نحييكم بتحية تليق بكم. وفي درس النهاردة هنتكلم عن القطعة الرائعة من شركة اي سي ام الإيطالية. الشركة دي متخصصة في صناعة مواتير الجراشات ومواتير الشاترز وكل ما يخص الرولينج جيتس. شركة معروفة جدا وشركة محترمة ومنتجاتها يشهد لها بالكفاءة. طبعا القطعة دي أنا جربتها على باب جراج المعرض بتاعي لمدة 4 أيام. وحطيتها تحت اختبارات قاسية جدا. بأمانة أنا فتحت الباب أكتر من 100 مرة عشان أشوف هل القطعة دي بتسخن، هل ممكن يحصل فيها مشاكل. لقيت المديول ده يدوب ورم وخفيف جدا جدا جدا، يكاد يكون بارد. بعد 4 أيام شغل بخدمة شاقة جدا. وكنت متعمد أعمل الكلام ده قبل ما أخد الكمية كاملة بتاعة المنتج ده. كان عندي عينة كنت بعمل عليها اختبارات. وطبعا بطبيعة الحال، وده اللي أنا بعمله هنا دايما، اكتشفت فيها حاجات غير الموجودة في المانوال اللي هقولها لحضراتكم، وهتشجعنا إن احنا نشتغل في القطعة ديت. كلما أتيحت لنا كمية هنجيبها ونشتغل فيها. المديول دوت بيشتغل 220 فولت. بيخش النيوترال هنا وبيخش اللاين هنا، وفي الاوتبوت او الرفع والخفض سواء شطر او باب جراج على اوتبوت 1 بس مش مكتوب عليه، واوتبوت 2. وبنستخدم الاس 1 والاس 2 مع اللاين الحي كمفاتيح بكافة أنواعها. القطعة دي بتشتغل على أي نوع من أنواع المفاتيح، سواء مفاتيح بريسات يعني بسوسته، أو مفاتيح أون أوف، أو مفاتيح ميكانيكال اللي بتتحط على أبواب الجراشات في الخارج. إذا القطعة بتشتغل على جميع أنواع المفاتيح. وطبعا جاي معاها الريموت ده، يعني الريموت ده والقطعة شاملين السعر، يعني ما بتجيش القطعة لوحدها والريموت لوحده زي ما بيعمل بعض التجار او بعض الشركات. بتيجي تشيل الريموت ده على جنب كده وتيجي تبيع لك بيقولوا عليه الريسيفر، اللي بتوع الاشتراك بيقولوا عليه الريسيفر. فبعد الشركات بتبيع لك الريسيفر لوحده والريموت لوحده، ولكن احنا طبعا الامانه عندنا فوق كل اعتبار وفوق اي مكاسب. الريموت ده جاي مع الريسيفر ده، فبنبيعهم مع بعض زي ما هم جايين بما يرضي الله. آه، حاجة كمان لما عرفت على الريسيفر ده ريموت 4 خط هوريه لكم دلوقتي. لقيت فيه اوبشن محترم جدا جدا جدا. بجد هينفعنا في حاجات كتير. اللي هو ممكن ان احنا نعمل لوك للزراير دي، او لوك للمفاتيح. فانت عامل مفاتيح او عامل او حاطط زراير، وخصوصا المفاتيح. يعني لو عندنا شطر مثلا في فيلا وعايزين نأمن ان مفيش حد يقدر يفتح، بنخبي الريموت ده ونخليه يستخدم المفاتيح. فلو عملنا لوك للمفاتيح، محدش هيعرف يفتح ولا يقفل الشطر الا لما نلغي اللوك. والغاء اللوك بتدوس على المفتاح الستوب، ولكن في الريموت ده ما بينفعش نعمل الكلام ده. بنعمله بالريموت 4 خط هوريه لحضراتكم زي ما قلت لكم. وده جت معانا بالصدفة واحنا بنجرب على أبواب الجراشات، لأن في الغالب الناس بتوع الكريتال أو الناس اللي عندها جراشات بتحتاج أكتر من ريموت. فأنا عرفت أكتر من ريموت على المديول ده واشتغلوا بكفاءة عالية. كمان دايرة استقبال الار اف جواها 433 ميجا هرتز ممتازة جدا، والرينج بتاعها حلو ومعقول. في كمان حاجة كويسة قوي هقولها لكم دلوقتي.
وهي اللي احنا بعد ما بنركب وصلاتنا وحبينا نعكس اتجاه الحركة، او لنا اتجاه الحركة معكوس، بندوس على زر البيرنج دوت اللي هو بنعرف بيه الريموتات، ونسيبه لحد ما يثبت لوحده او يبدأ ينور تاني لوحده، فالحركة بتتعكس. والكلام ده طبعا كله هنشوفه مع بعض. انا بسجل الفيديو لمدة 10 دقايق فمش هيكون كافي، فاحتمال اعمل فيديو بعده على طول، فياريت تتفرجوا على الجزئين مع بعض. احنا هنوصل القطعة دي وهوريكم احنا ازاي بنعمل الكلام ده. في برضو خبر كويس اقوله لكم، اللي احنا لو احنا في مكان مثلا وفي اكتر من شطر او اكتر من باب جراج وعايزين نشغلهم سمارت، فاحنا ممكن نستخدم البريدج بتاعه سنوف دي. هنعرف عليها الريموت كنترول بتاع القطعة او الريموت كنترول الاربعة خط، وبنقدر نتحكم من اي مكان في العالم، وبيجي لنا نوتيفيكيشن لو الجراج او الشطر اتفتح. يعني شغل سمارت 100 بالظبط، مفيش اي مشاكل خالص. اذا احنا حولنا القطعة ديت لسمارت من خلال البريدج 433 ميجا هرتز بتاعة سنوف. هنوصل وهنرجع لكم تاني. طبعا احنا وصلنا هنا خط النيوترال اللي هو بتاع 220، وهنا في اللاين الخط بتاع اللاين اللي هو الحي 220 نيوترال لاين. وطبعا لو احنا اتكلمنا عن التوصيل على الابواب الجراشات او الشطرات، فمن المعروف ان باب الشطر او باب الجراج بيبقى طالع منه 3 فردات او 4 فردات، واحده ارضي يا اما بنستخدمها لو عندنا ارضي او ما بنستخدمهاش، واحده نيوترال مش لاين، واحده نيوترال، واحده رفع، واحده خفض. يبقى اللي بيستخدم في التوصيلات بتاعتنا نيوترال ورفع وخفض. احنا بنحط النيوترال بتاع الشطر او بتاع موتور الجراج هنا مع النيوترال بتاع داخل القطعة، وبنحط الرفع مثلا على سبيل المثال في اللاين اوتبوت 1، والتنزيل في اللاين اوتبوت 2، يعني رفع وخفض. خلاص. ولو عندنا بقى هنحط سويتش ايا كان نوع السويتش، فبيبقى فيه 3 مسامير، مسمار للرفع ومسمار للخفض ومسمار كومن في النص. بنحط الكومن في النص، بناخد له خط من اللاين بتاعنا ال 220، وبنحط الاس 1 في الرفع والاس 2 في الخفض. ده لو احنا حاطين طبعا سلك الرفع في الاوتبوت 1 وسلك الخفض في الاوتبوت 2، يعني على حسب ما احنا بنحط. هما الاثنين جنب بعض اهو، اوتبوت 1 مع اس 1 واوتبوت 2 مع اس 2. اذا التوصيل سهل جدا. وانا عايز اقول للناس الصناعيه اللي بيشتغلوا في الكريتال واللي بيوصلوا بايدهم، لان انا شفت كتير منهم بيبوظ القطعه دي وامثالها، يعني لانه بيعمل شورت، لانه هو مش فاهم بيعمل ايه او ما عرفش بيوصله ازاي. انا مش فاهم انا، لان كل حاجه بتبقى واضحه. هنقولها تاني. النيوترال بتاع الموتور مع النيوترال هنا، وخط الرفع بتاع الموتور في الاوتبوت 1، وخط الخفض مع اوتبوت 2، او زي ما انت عايز اعكسهم. والمفتاح بناخد في الكوماند بتاعه لاين حي في النص، واس 1 واس 2 رفع وخفض. الموضوع سهل جدا. وانا هبقى ارسم رسمه في الفيديو التاني عشان تبقى ريفرنس للناس بتوع الكريتال ما يبوظوش حاجه تاني، لان القطعه دي وامثالها في حاجات تانية بتبقى يونتس، بيبقى كبير شويه، بيبقى غالي، بيبقى وصل ل 2000 جنيه و1800 جنيه، فحرام لما الحاجات دي تبوظ بخطأ فني مثلا. هنعرف في الدرس الجاي ازاي بنبرمج الريموت وازاي بنحول القطعه دي لسمارت. فيا ريت تتابعوا الدرس الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مؤقتا، واشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله.